بعد ما نعمل تشيك على الحراره ونفحص الكارت ونبص على الكارت كويس والمراوح شغاله كويس وسحب الطاقه تمام وكل حاجه تمام، هندخل بعد كده على المرحله الثانيه واننا نبدا نلعب على الكارت العاب تقيله نضغط بيها على الكارت عشان لو الكارت فيه مشكله تبدا تظهر معانا. والعاب تقيله هنا انا مش قصدي العاب تقيله زي بابجي موبايل ولا بيس ولا فيفا، كل الكلام ده ما بيضغطش الضغط الكامل على كارت الشاشه. لازم تمسك الكارت كده تجيب له العاب اللي هي بتمسك كروت الشاشه بتعصرها. طبعا انت من الكلمتين دول عرفت اني العاب اللي تختبر بيها كارت الشاشه. عندك لعبه زي سايبر بانك، عندك لعبه زي جاد اوف وار، عندك لعبه زي ذا لاست اوف اس، عندك لعبه زي كول اوف دوتي. كل الالعاب دي تبدا تمسك الكارت تضغط عليه لدرجه انك انت هتلاقي درجات حراره الكارت اعلى من اللي كانت ظاهره قدامك في الفورمار. كده انت بتضغط اكتر من الفورمار. مش تروح تضغط على الكارت بلعبه مثلا زي بابجي موبايل ما بتستهلكش غير مثلا من 30 ل 40% من كارت الشاشه، كده انت ما بتضغطش على الكارت، انت كده بتدلعه. تبدا تشوف الكارت هل الشاشه يظهر فيها مربعات، هيظهر فيها تمزيق، هيظهر فيها خطوط بالطول او خطوط بالعرض، الجهاز كله راستر معاك. لازم تاخد بالك من النقط دي. الاداء الفعلي للكارت بيبان في ضغط الالعاب. لما بتشغل لعبه بتضغط على كارت الشاشه بتبدا تلعبها بيبان الكارت اللي معاك اذا كان فيه مشكله ولا مفيهوش مشكله. ولو لقيت الكارت شغال معاك تمام وفي الالعاب شغال تمام وعدى من كل الاختبارات اللي فاتت دي، يبقى كده الكارت اللي معاك ده كويس. بس وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك عشان بيفيد القناه كتير، ولو محتاج مني اي حاجه اكتب لي في الكومنتات وانا ارد عليك على طول. ولو مش مشترك معانا انزل اشترك معانا في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. كان معاكم وليد زايد، سلام.